تقول قبل حوالي 20 سنة قررنا نروح سياحة أنا وزوجي وعيالي إلى سوريا. وسوريا كما تعلمون هي منطقة للاصطياف لأهل الخليج كانت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالها ويصلح وضع أهلها يا رب العالمين وتعود أفضل مما كانت. خلاصة الكلام تقول قررنا وجهزنا أغراضنا، تقول الحمد لله الله منعم علينا والحمد لله زوجي موظف كبير وراتبه جميل وممتاز. جهزنا سيارتنا وجهزنا أغراضنا وركبنا عفشنا وركبنا وطلعنا من الرياض متجهين لسوريا. تعرفون طبعا المسافة تفوق 1500 كيلو حتى يصلون إلى الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، وبعدين يدخلون على الأردن، وبعد الأردن يتجهون إلى سوريا. هم طالعين مبسوطين مزغططين مثل ما نقول وماشيين في الطريق، وتعرفون الطريق وحلاوة السواليف في الطريق والأخذ والعطاء والنكات وكذا. المهم وصلوا إلى دمشق وريحوا في دمشق، وبعدين راحوا لضواحي دمشق. من المناطق الجميلة في ضواحي دمشق الزبداني. الزبداني هذه منطقة في ريف دمشق جبلية، وفيها خدمات وفيها سكن وفيها مطاعم وفيها جو جميل وممطرة ومزارع، فيعني حاجة جميلة يعني. وفيها ميزة الزبداني إنه أهلها يأجرون بيوتهم على المصطافين السياح، مثلا يكونون يأجرون الدور الأول والثاني ويسكنون في وين؟ في السطوح، يكون عندهم ملحق في السطح، أو مثلا يأجرون الدور الأرضي ويسكنون في الدور الثاني وهكذا. فالجماعة هذولا اتجهوا هناك واستأجروا بيت من أسرة سورية. الأسرة السورية هذه سكنوا في الدور الثاني وتركوا الدور الأول للأسرة السعودية هذه. طبعا مثل ما قلنا الرجال وزوجته معهم عيالهم. الإخوان هذول السوريين اللي عايشين في الدور العلوي تدرون عندهم أغراضهم في مطبخهم في الدور الأول، وعندهم مستودع حاطين فيه المخللات والمكدوس وأدوات ومواد الطبخ يعني. فكانوا كل شوي تنزل بنتهم كانت جميلة جدا 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 وفي سن زواج، يعني 22 22 فتنزل وتكلم الزوجة هذه السلام عليكم. وعليكم السلام يا أختي نبغى ناخذ أغراض من المستودع. طبعا الزوج يلمحها وهذه البنت جميلة فيناظر، فهي تاخذ الأغراض وهي طالعة كذا تلتفت وتناظره وتبتسم وتروح. فتكرر هذا الأمر. تقول الزوجة ذي تقول أنا لمحت زوجي طالع، فأنا أقول له يا فلان ترى ما يجوز لك تناظرها، غض بصرك. فيقول لها جزاك الله خير أغض بصري وكذا، وصح كلامك صحيح، لكنه ما قدر يلتفت ويناظرها. المهم مع تكرر المشاوير هذه للبنت عليهم تجي تأخذ أغراض من عندهم من المستودع. المهم جاء ذاك اليوم ويجي الزوج يكلم زوجته، قال لها يا أم فلان، قالت نعم. قال الله بقول لك شيء في قلبي، أنا رجال ما عندي لف ودوران، إنسان سيدة أنا. قالت تفضل. قال أنا والله ذا البنت ادخلت قلبي وبتزوجها. قالت يا ابن الحلال. قال الله جات العلم، أنا رجال ما عندي لف ودوران، أنا إنسان سيدة واللي بقلبي على لساني، وأنتي أم عيالي وتاج راسي، لكن ما يمنع أني أتزوج وأنا أحب أعلمتها الحين. قالت يا ابن الحلال حنا جايين نغير جو وجايين نصطاف سياحة حنا وعيالنا، جاي ضيق صدري أنت؟ بعدين الناس وش يقولون رايح بوحدة جاب معه ثانية. قال والله جات العلم. قالت لا ما في جاني العلم، يعني للسعودية وسوي اللي تبي أنت، لكن تبي تتزوجها وأنا معك هنا لا معصي ولا أقبل. قال طيب ما في مشكلة، يعني ما دام هذا طلبت لا ما في مشكلة ولا يهمك. تقول المهم قعدنا وقررنا أن نرجع بعد كم يوم
يعني 3-4 أيام. يوم جاء قبل سفرتنا بيوم، وجي الرجال مو موجود، طالع زوجي والعيال يلعبون في المزرعة برا، واجي واخذ لي عصا وابدا اكسر النجفات، خلاص، واروح للمستودع وكسر برطمانات المخللات والمكدوس والامور ذي كلها. المهم دمرت البيت تدمير. قعدت لي شوي كذا الا وجا زوجي، وش ذا اللي صار في البيت؟ بيت الناس وش اللي سوى بكذا؟ قالت والله عيالك. انا طلعت امشي شوي اغير جو، رجعت لقيتهم مكسرين البيت ذا كله. يا الله وشلون وش الحل؟ قالت والله ما ادري وش اقول لك. قال لا ما في ما ادري وش اقول لك، خذي هذه 10,000 ريال اعطيهم اياه واعتذري لهم. قالت ابشر ابشر ابشر. تقول قلت في نفسي 10,000 ريال 10,000 ريال كل هذا علشان البنت ذي. تقول المهم اخذ 10,000 ريال واروح ورقه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا جاره؟ عساك طيبه؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ طيبه الحمد لله. قالت والله يا جاره انا ما ادري ايش اقول لك. زوجي تجي حاله صرع، هو معاه مرض نفسي وتجي حاله صرع، كسر البيت تحت بيتكم، كسر النجفات وكسر البرطمانات وكذا، وهو الله يشفيه ويعافيه، دائما تتكرم منه الحاله هذه، فودي انك تستسمحين لنا، ودي انك تجين تشوفين الاضرار. شو حصل؟ شو عملتوا؟ قالت تعالي شوفي. جت شافت البيت مدمر، يعني النجفات والقزاز مكسر. قالت لها هذه السعوديه، خلاص انا بعطيك 1000 ريال، وترى اللي تكسر كله ولا يجي 500 ريال، بس انا بعطيك 1000 ريال وتعوضون اللي حصل، وانا اعتذر لك، واحنا مسافرين بكره، بس ودي اطلب منك طلب. قالت وش؟ قالت لا تقولين لزوجي اني اعطيتك فلوس، لان زوجي حريص مره على الفلوس، مره ممكن يسبب لي مشكله، فلا تقولين له شيء، وهو مريض. انا حريصه اني انا جاي مع سوري ابيه يغير جو، لكن سبحان الله المريض مريض مرضه صعب. قالت لها السوريه جزاك الله خير، خلاص ان شاء الله. راحت. تقول اختنا ذي يوم جاء اليوم الثاني ونركب عفشنا ونركب اغراضنا وننطلق للسعوديه. وصلنا للرياض وقعدنا. تقول وبعد اسبوع ويجيني يكلمني، قال ها جيتي ورجعتي، الحين انا بروح اخذها من عند اهلها، تزوجها، بتزوج البنت لاني انا مكلمهم. قالت خرح الله يوفقك. الرجال يوم راح وصل عند الجماعه قال لهم انا جاي اخطب البنت. قالوا له البنت والله خطبها ولد عمها، واحنا صراحه كنا منحرجين منك وكذا وما حبينا نصالحك، الحين والله احنا نبي نصالحك، احنا يعني كنا محرجين منك، هي والولد عمها من طفولتها وترى خاطبها، فنعتذر لك واعذرنا. الرجال انصدم ورجع للسعوديه، ومن ذاك اليوم وهو شايل فكره الزواج من راسه. عاد وش تقول الاخت ذي؟ تقول انا الكسبانه في النهايه، اخذت 9000، استفدت من ذيك الرحله وغيرت جو، وزوجي جته صده نفسيه عن التعدد وعن الزواج.